الا ما جربتيش الكيك بهاد المقادير هادي وبهاد الطريقه هادي فضيعتي عليك بزاف. الا جايين كضيافو حرتي توجدي ليهم فجربي هاد الكيك هادي ورد عليا الخبر. كيك 3 طبقات بنكهه الشوكولا يحمق عليها الكبير والصغير وخاصه لعشاق الشوكولا. تقام عليك ارخص من الجاهز 10 مرات. اذا كنتم مهتمين خذوا ورقه وستيلو او بارطاجيوها عندكم باش هكا تبقى عندكم مسجله. وبالنسبه للناس اللي مهتمين المقادير مكتوبه تلقاوها في اخر الفيديو. وتنتمنى خوتي ما تبخلوش عليا بلي لايكاتكم وتشجيعاتكم باش هكا تنتشجع انني نزيد مزيد من الوصفات. وإلا بيتي تصيبيها وطلع لك كيك كالمحترفات فتبعي معايا الخطوات. غادي نحتاجو نص لتر حليب كامل الدسم. هذا علاش غادي تشوفي الصفوريه فوق الحليب. وإلا ما عندكش يمكن لك تخدمي هكا غير بالحليب الساشيات العادي. واللي غادي نضيفوا ليه 2 معالق كبار سكر ما يعادل تقريبا 40 غرام و2 معالق نشا حتى هما كبار ما يعادل حتى هما 40 غرام. وغادي نضيفوا عليهم 2 معالق كبار حتى هما بودره الكاكاو نوعيه ممتازه ما يعادل تقريبا 20 غرام. وإلا ما عندكمش النوعيه الممتازه هكا ديال العبار فيمكن لكم تاخذوا بودره الكاكاو اللي في الساشيات حتى هي مزيانه. في الاول تنطربوا المكونات كلها على البارد حتى ما يبقاوش هكا حبيبات ديال النشا وديال السكر وعاد تنديروا على عافيه مهيله. وحنا تنحركوا باش هكا ما يتكونوش معنا حبيبات وتا تيولي عاقد معنا كي هكا وعاد تنحيدوه. وتنضيفوا عليها تقريبا 50 غرام شوكولا نوعيه ممتازه سوداء. وتنضيفوا عليها 2 معالق زيت نباتيه. كمان يمكن لكم تعوضوا هكا زيت نباتيه بملعقه كبيره زبده. وتنحركوا المكونات مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم وتذوب هكا الشوكولا تيجي القوام ديالو كما تتشوفوا هنا. تنديروا في واحد الاناء وكما ذكرت معكم قد ما خدمتوا بودره الكاكاو والشوكولا نوعيه ممتازه تطلع لكم الكريمه والكيك ديالكم ممتازه. تغطوا الوجه ديال الكريمه بلاستيك غذائي باش هكا ما تتشكلش معنا ديك القشره على الوجه ديالها. بالنسبه للكيك تنحتاجوا 2 بيضات اللي يكونوا كبار شي شويه ويكونوا من الاحسن بحراره المطبخ اللي تنضيفوا عليهم معلقه صغيره سكر الفاني. وتنضيفوا عليهم كاس الا ربع سكر اللي الوزن ديالو 150 غرام. وتنطربوا المكونات كلها مزيان كما تتشوفوا بالطراب اليدوي حتى تيذوب السكر مزيان وتيولي على شكل بياض كما تتشوفوا. ويمكن لكم ديروا هذه العمليه هذه بالطراب الكهربائي. وغادي نضيفوا نص كاس زيت نباتيه والعبر دائما بنفس الكاس باش عبرنا سنيده 130 مليلتر تقريبا. وتنطربوا المكونات كلها حتى تتغبر الزيت. وهنا غادي نحتاجوا كاس الحليب اللي يكون كامل الدسم. الا ما عندكمش يمكن لكم تخدموا بالعادي. تنخلطوا المكونات كلها مزيان حتى تولي خليط واحد متجانس والسكر تيغبر. وغادي نحتاجوا 2 كيسان الا ربع دقيق ابيض. ودائما العبر بنفس الكاس باش عبرنا في الاول ما يعادل 200 غرام. وغادي نحتاجوا 2 معالق كبار بودره الكاكاو نوعيه ممتازه ما يعادل تقريبا 20 غرام. تنضيفوا عليهم 2 اكياس خميره الحلويات من فئه 16 غرام. تنغربلوا كلشي وتنضيفوا على السوائل وتنضربوا هكا بالطراب اليدوي. وتنضيفوا قبصه ملح لتصحيح الذوق كما يمكن لكم تستغناو عليها. وتنطربوا المكونات كلها في اتجاه واحد حتى تيولي خليط واحد كما شفتوا ما تنبالغوش في التحرك غير تيغبروا دوك الحبيبات ديال الدقيق وتركتفيو. وبالنسبه للقوام خصو يجيكم كي هكا ما يجيش ثقيل وما يجيش تاني خفيف بزاف. وتناخذوا هكا المول اللي غادي نديروه فيه تنفرشوه بورق الزبده وتنكبوه فيه. وتنحتاج لواحد العود هكا اللي تندوزوه باش هكا نخرجوا الفقاعات الهوائيه اللي فيه. وبالنسبه للقطر ديال هذا المول 24 سنتيم. تنشعلوا ليها العافيه غير من لتحت 180 درجه 25 30 دقيقه تكون واجده معكم. وملي تتشد في راسها تنخرجوها وتنزولوها هكا من المول. واول حاجه نديروها نزولوا داك ورق الزبده اللي كنا درنا باش هكا ما تلصقش لينا وتنعاودوا نرجعوها لنفس المول. وقبل ما نسقيوها تنديروها هكا بلاستيك مقوم من الجناب يكون مرتفع على المول باش هكا من نديروا الكريمه نلقاو كيفاش نخدموا عليها. وهنا غادي نحتاجوا الكاس الحليب اللي تنضيفوا عليه معلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان وتنحركهم على البارد ونديروهم وهما باردين ماشي ضروري يكونوا سخان. وتناخذوا الكريمه اللي كنا صيبناها ودرناها في الثلاجه باش تبرد وتنطربوها بالطراب الكهربائي هكا كما شفتوا. وتنضيفوا عليها ساشيه بودره الشونتيي او يمكن لكم تعبروها هكا 80 غرام تقريبا ما يعادل 5 معالق كبار. وتنطربوهم مزيان كما شفتوا. وتنقيوا الجوانب ديال الاناء هكا بسباتول وتنعاودوا نرجعوه للوسط باش هكا كلشي تيطرب. وتنطربوه مزيان حتى تيضاعف الحجم ديالو. في الاخير تتحصلوا على واحد الكريمه اللي هي شاده في راسها متماسكه ثقيله. وتناخذوها وتنصبوها على وجه الكيك وتنوزعوها مزيان باش كاع القنيتات ياخذوا حظهم. وملي نقطعوا الكيك هكا ما نلقاوش فراغات وتنضربوا بها مزيان وتنقادوا ليها الوجه ديالها ونديروها في الثلاجه واحد ساعتين. وبالنسبه للطبقه الثالثه والطبقه الاخيره تنحتاجوا 70 غرام شوكولا نوعيه ممتازه كما شفتوا في الاسود. وتنضيفوا عليهم 2 معالق كبار زيت نباتيه من بعد ما ذوبناه في حمام مريم. وتنضيفوا عليهم 60 مليلتر حليب. والحليب ضروري يكون سخون شي شويه. وتنحركوه مزيان حتى تيجي القوام ديالو على هذا الشكل هذا.
وتنصبوا على الوجه د الكيك وهكا تنخطفوه بسرعه، تنحركوه ما بين يدينا هكا باش تاخذ لينا طبقه رقيقه. ونسيت ما قلت لكمش بان الكيك راه كنا درناه ساعتين في المجمد، وفي الاخر تنزولوا الاطار وتنديروا شويه الكراميل هكا في البوش وتنديروا خطيطات هكا. وهذا غير اقتراح، ويمكن لكم تزينوا باي طريقه تطيح لكم على البال. كما يمكن لكم ديروا هكا خطيطات بالشوكولا البيضاء وديروا على شكل ملفي، تهديوه وتجيبوه هكا باش يعويد، وتنديروا قشور ما بين الشوكولا البيضاء والشوكولا السوداء هكا في الجوانب. وقبل ما نقدموها تنديروها تبرد مزيان وعاد تنقدموها، وهكا تيجي الشكل ديالها في الاخر. وكما قلت لكم التزيين تيبقى اختياري، يمكن لكم ديروا اي تزيين بغيتو حبيتوه. وهادو هما طبقات الشوكولا. بالنسبه لطبقات الكيك تتجي اسفنجيه قطنيه ما تشبعوش منها، خفيفه هشه كانكم قديتوها بعجينه لاجينواز. وهنايا الكيك تتجيكم كانها من المحلات التجاريه الكبرى. ما غتيقوش الا تبعتوا نفس الخطوات مع نفس المقادير انكم صيبتوها، تتجيكم كيك المحترفات. الشكل ها هو حاضر والبنه حتى هي. كوني على يقين الا جربتيها بهذه الطريقه وبهذه المقادير غادي تولي كيك معتمده عندك. فيما يجي عندك شي ضيف تفكريني ورحمي لي الوالدين. وتنتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايكاتكم وتشجيعاتكم. واذا كنتم من عشاق الوصفات السهله البسيطه الاقتصاديه ما تنسوش تنضموا لحسابي اطباق بيتنا مع فله.